هل بتحس بيه حرقان في البول، ألم في الجنب أو أسفل الظهر، أو حتى رجلك بتورم ومش فاهم ليه؟ ممكن تكون عندك زيادة في الأملاح. الأملاح مش معناها بس ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، فيه كمان أملاح اليورات بتزيد مع أكل اللحوم والبقول وتسبب نقرس. أملاح الأوكسالات موجودة في الشاي ولو زادت ممكن تسبب حصوات. أملاح الكالسيوم، زيادة الكالسيوم ممكن تترسب في الكلى وتسبب ألم شديد. طيب نعمل إيه؟ أول حاجة نشرب مية كفاية من 2 ل 3 لتر يومياً. ثاني حاجة نبعد عن الحاجات اللي تزود الأملاح زي المخللات الشطة، الأكل المعلب، اللحوم الحمراء بكثرة. لو الأعراض مستمرة نعمل تحليل بول وتحليل أملاح عشان نعرف نوعها وناخد العلاج الصح. ممكن يكون علاج بسيط زي فوار أو أقراص بس لازم تحت إشراف طبي. جسمك بيديك إنذار لازم تسمعه وما تستهونش بأي عرض بسيط ممكن يكون سببه أملاح زايدة بتجهد الكلى كل يوم.